في ظل هذا التزاحم وتوسع الخدمات التي يقدمها فريق أهل الخير بولاية الحمراء وزيادة عدد المستفيدين من تلك الخدمات، انبثقت فكرة النظام الإلكتروني متكافلون، والذي سيختصر الوقت والجهد في تحقيق رسالة وأهداف الفريق بكل كفاءة وفعالية، في الوقت الذي نشهد فيه تطور التقنيات وضرورة مواكبة متطلبات العصر. يقوم النظام على إدخال كافة البيانات والمعلومات للأسر المستهدفة بعد مرحلة جمع البيانات والتي استمرت قرابة 3 أشهر، وكذلك إدخال كافة الخدمات التي يقدمها الفريق بطريقة تسمح الرجوع إليها في أي وقت بسهولة تامة، وتحديد وتوزيع أي مساعدات أو معونات قادمة للفريق، أو تحديد الأسر الأكثر احتياجا أو الأقل عنها من خلال التمييز بألوان تحدد حالة الأسرة عن طريق العلاقة بين الدخل وعدد الأفراد لتلك الأسرة. انبثقت فكرة المشروع بعد مرحلة من استخدام الأوراق والملفات الورقية، والتي بدت في الآونة الأخيرة أنها عملية متعبة وشاقة وتحتاج للكثير من الجهد البدني والفكري. وانطلقت نواة الفكرة من أعضاء الفريق أنفسهم، ليسند الأمر بعد ذلك إلى مكتب الأجيال المتكاملة لاستشارات تقنية المعلومات لبلورة الفكرة ثم البدء في التنفيذ من قبل أحد أعضاء الفريق. يأتي هذا المشروع ليختصر الوقت والجهد في توفير وتوزيع كل المعونات والمساعدات القادمة للفريق من مؤسسات وأفراد، وتحقيق الجودة في العمل من خلال صرف تلك المساعدات في مصارفها الصحيحة وبكل دقة، وكذلك معرفة احتياجات المجتمع ومدى تطور الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد وقدرتهم على التأقلم مع الظروف التي تحيط بالأسرة. هناك الكثير من الخدمات التي قدمها هذا المشروع والذي حظيت بترحيب وارتياح المجتمع، وكانت نتيجة للعمل المتقن الذي يسير عليه البرنامج وفق آلية منظمة تسمح بالمتابعة والتقييم من قبل مجلس الإدارة. يحوي النظام العديد من النوافذ التي تسهل تقديم الخدمة والحصول على أي بيانات أو معلومات يتطلبها العمل الخيري، ومن خلاله استطاع الفريق أن يكسب ثقة المجتمع من خلال مصداقيته والوصول إلى الفئة المحتاجة وتوفير الكثير من الجهد والوقت الذي كانت تمثل عبئا كبيرا على الأعضاء، والاستغناء عن موظف دائم للفريق، وهي منسقة كانت تقوم بالأعمال الورقية وتنظيم الملفات. كما سيساهم البرنامج في إيجاد نوع من المرونة في تقديم خدمات أشمل للمستفيدين من خلال إضافة بنود خدمة جديدة. تمثلت أهمية وجود نظام إلكتروني يخدم فئات مختلفة، حيث ولدت الفكرة عند الإحساس بالمشكلة عند زيادة استخدام الأوراق وعدم تفرغ أعضاء الفريق للعمل بسهولة ويسر ودقة عند البحث أو استرجاع أو حفظ البيانات. كما واجهت الأعضاء مشاكل منها صعوبة تحديث البيانات وفقدان الكثير من الوقت. لذلك وفي الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الفريق تم بحث البدائل التي ستيسر العمل وتنظمه بالطريقة الإلكترونية، وتم عرض كافة الاستمارات لفريق متخصص يضم أعضاء من فئات مختلفة كالمبرمجين والأخصائيين في مجال الاستمارات ومحللي النظم. بعدها تم رسم قاعدة البيانات التي تحوي على الجداول والحقول الخاصة بكل استمارة لاستلامها من قبل المبرمجين والبدء في عملية المشروع وإخراجه في صورته الأولية ثم النهائية على الموقع الإلكتروني www.khteam.net.
فمع وجود هذا النظام نستطيع إدخال خدمات إضافية للأسرة بكل سهولة، كما يمكن أن تستفيد من النظام جهات مختلفة مثل مكتب سعادة الوالي ووزارة التنمية الاجتماعية وشيخ المنطقة والعديد من المؤسسات الرسمية. كما نستطيع إدارة الأسرة وطباعة البيانات واستخدام الأجهزة الكفية وأجهزة النقال في الدخول للبيانات من أي مكان، حتى وعند زيارة الأسرة وأخذ البيانات منها لضمان الخصوصية. ويستطيع المجتمع إضافة بيانات أسرة محتاجة للمساعدة عن طريق تعبئة استمارة إلكترونية معدة خصيصا لهذا الغرض ليساهم المجتمع ويكون هناك تناغم مع إدارة الفريق.